اليوم سنتناول موضوعاً بالغ الأهمية، وهو الانزلاق الغضروفي القطني الذي يعاني منه عدد كبير من الأشخاص. سنناقش في هذا الفيديو تعريف الانزلاق الغضروفي القطني، أعراضه، متى تكون هذه الأعراض مؤلمة، وما هي طرق العلاج المتاحة. ما هو الانزلاق الغضروفي القطني؟ يتكون العمود الفقري من سلسلة من الفقرات، تفصل بينها أقراص غضروفية تعمل كوسائد لتخفيف الاحتكاك بين الفقرات. هذه الأقراص تتكون من حلقة ليفية خارجية تحيط بمادة جيلاتينية في الداخل. الانزلاق الغضروفي يحدث عندما تضعف الحلقة الليفية أو تتمزق، مما يؤدي إلى خروج المادة الجيلاتينية والضغط على الأعصاب المجاورة. أكثر المناطق شيوعاً لحدوث الانزلاق الغضروفي القطني هي المنطقة بين الفقرة الرابعة والخامسة القطنية، وبين الفقرة الخامسة القطنية والفقرة الأولى العجزية. ومع ذلك، يمكن أن يحدث الانزلاق في أي مستوى من مستويات العمود الفقري، لكن هذه المناطق هي الأكثر عرضة للإصابة. كيف يحدث الانزلاق الغضروفي؟ عندما تخرج المادة الجيلاتينية من الحلقة الليفية، فإنها تضغط على الأعصاب المحيطة، خاصة الأعصاب التي تغذي الأطراف السفلية. في كل مستوى من مستويات العمود الفقري، يوجد عصب يغذي الرجل اليمنى وآخر يغذي الرجل اليسرى. في معظم الحالات، يضغط الغضروف المنزلق على أحد هذه الأعصاب، مما يسبب ألماً شديداً في الرجل المصاب. أعراض الانزلاق الغضروفي القطني: عند انزلاق الغضروف وضغطه على أحد الأعصاب، يشعر المريض بألم يمتد من منطقة الأرداف مروراً بالساق وحتى القدم، ويزداد هذا الألم مع السعال أو العطس أو المشي لمسافات طويلة. قد يصاحب ذلك شعور بالتنميل أو الضعف في الساق المصابة. هذه الأعراض تعرف بعرق النساء. في معظم الحالات، تكون هذه الأعراض غير خطيرة ويمكن علاجها بطرق تحفظية. يستجيب حوالي 80% من المرضى للعلاج التحفظي خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ويعودون لممارسة حياتهم الطبيعية دون الحاجة إلى تدخل جراحي. متى تصبح الأعراض مقلقة؟ هناك بعض العلامات التي تستدعي القلق والتدخل الطبي العاجل، منها ضعف أو سقوط القدم. عندما يضعف العصب المسؤول عن رفع القدم، قد يلاحظ المريض صعوبة في رفع مقدمة القدم عند المشي، مما يؤدي إلى تعثره. فقدان التحكم في البول أو البراز. إذا ضغط الغضروف على الأعصاب المركزية، قد يفقد المريض القدرة على التحكم في المثانة أو الأمعاء، وهذه حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري. تنميل في منطقة الحوض. الشعور بتنميل حول منطقة الحوض أو الأعضاء التناسلية قد يكون مؤشراً على ضغط خطير على الأعصاب. هل الانزلاق الغضروفي خطير؟ في معظم الحالات، الانزلاق الغضروفي ليس خطيراً، ويمكن علاجه بطرق تحفظية. حوالي 80% من المرضى يستجيبون للعلاج التحفظي، الذي يشمل مسكنات الألم لتخفيف الألم والالتهاب، العلاج الطبيعي لتحسين حركة العمود الفقري وتقوية العضلات، تعديل نمط الحياة مثل تجنب الحركات التي تزيد الضغط على الظهر. عادة ما تتحسن الأعراض خلال 6 أسابيع، ويعود المريض إلى ممارسة حياته الطبيعية دون الحاجة إلى تدخل جراحي. متى يكون التدخل الجراحي ضرورياً؟ التدخل الجراحي يصبح ضرورياً في الحالات التالية: فشل العلاج التحفظي، إذا استمر الألم الشديد بعد 6 أسابيع من العلاج، أعراض عصبية خطيرة مثل ضعف شديد في الرجل، فقدان القدرة على رفع القدم، أو فقدان التحكم في البول أو البراز، تدهور الحالة الصحية، إذا لاحظ المريض تزايد الأعراض أو ظهور أعراض جديدة تشير إلى تلف الأعصاب. الجراحة تكون عادة بسيطة، حيث يتم إزالة الجزء المنزلق من الغضروف لتخفيف الضغط على الأعصاب. المريض يمكنه العودة إلى المنزل في نفس اليوم في معظم الحالات. نصائح مهمة للمرضى: لا تتجاهلوا الأعراض. إذا شعرت بألم شديد في الظهر أو الرجل، أو لاحظت ضعفاً أو تنميلاً في الأطراف، استشر طبيباً متخصصاً فوراً. التدخل المبكر. كلما تم تشخيص الحالة وعلاجها مبكراً، كانت النتائج أفضل وتجنبت المضاعفات الخطيرة. الوقاية خير من العلاج. حافظ على وزن صحي، ومارس التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب الحركات التي تسبب إجهاداً للظهر. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بكل جديد. شكراً لكم على المشاهدة، ونتمنى لكم صحة جيدة وحركة أفضل. كان معكم دكتور أحمد رؤوف الشلوفي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري،